استاذ محمد، حضرتك ما شفتش القلم بتاعي؟ هو ايه اللي اختفى في ظروف غامضه؟ يا عم، هو انا بكلمك على سياح روس؟ ايه ده، انت ما تعرفش عنهم حاجه؟ طب تعالى احكي لك. سنه 1985 جه وفد سياحي روسي للقاهره، واول لما وصلوا للقاهره قعدوا في هيلتون رمسيس. الغريب في الامر انهم كانوا قاصدين زياره الاهرامات، واول لما دخلوها ما خرجوش منها لحد وقتنا هذا. المخابرات الروسيه عرفت والشرطه المصريه كمان خدت خبر. قلبت عليهم الدنيا كلها، لحد ما كل الناس اللي شافتهم قالوا في قلب التحقيق الرسمي انهم اخر مرة شافوهم فيها وهم خارجين من الفندق ورايحين للاهرامات. الشرطة قررت انها تروح مكان الواقعة، واول لما وصلت هناك اكتشفت حاجة غريبة. اكتشفت كاميرا مراقبة، واول لما فرغت الفيلم بتاعها لقت ان ال 12 سايح الروسي قاعدين بيركعوا ويسجدوا ويصلوا جوه الاهرامات. ونزل على العدسة نور مفاجئ، ومن بعدها الفيلم اتقفل، لحد لما الشرطة المصرية ما لقتش أي دليل فأيدت الجريمة كلها والواقعة كلها ضد مجهول، لحد سنة 1991. ودي كان السنة اللي اتفكك فيها الاتحاد السوفيتي. وأول لما اتفكك الاتحاد السوفيتي في ناس هربت وسرقت أموال، وناس تانية هربت بملفات، لحد ما ملف من الملفات ديت وقع في ايد قناة بريطانية اسمها اكسبريس. ولما فتحت القناة ديت الملف ده لقت ان في قصة ل 12 سايح روسي دخلوا الاهرامات وما خرجوش منها لحد وقتنا هذا. عملت عليهم فيلم وثائقي، وكان بطل الفيلم ده العالم الكبير في الاتحاد السوفيتي فيكتور ايفينوفيتش، اللي اثبتوا فيه انهم عبارة عن مجموعة عملوا جماعة مع بعض سموها ذا فولورز. الجماعة ديت كانت بتؤمن بعودة أوزوريس إلى الحياة مرة أخرى علشان يسترد العرش اللي خدوا منه أخوه ست. أوزوريس كان عند القدماء المصريين هو إله البعث والحساب، ولكن ست هو إله الظلام والفوضى. الغريب في الأمر إنهم استردوا معلومة عودة أوزوريس يوم 23 إبريل سنة 1985، وجابوا المعلومة دي من واحد شغال في المخابرات الروسية. وطبعا بحيث ان المعلومة كانت عند المخابرات الروسية فده موضوع كبير ومش موضوعنا في الحلقة دي. الغريب في الأمر إن سنة 1961 حصلت حرب باردة بين روسيا وأمريكا. وقتها روسيا بعتت وفد سياحي إلى القاهرة بحجة زيارة الأهرامات والبحث في استراتيجية الحرب عند القدماء المصريين. قام الرئيس جمال عبد الناصر بضمهم لوفد مصري بقيادة سامي شرف، وده كان رئيس المعلومات لمكتب جمال عبد الناصر. بعد ما خلصوا زيارتهم ورجعوا على روسيا أصروا إنهم يقولوا التصريحات اللي وصلوا لها في القاهرة، وقالوا إن تم اكتشاف مقبرة، والمقبرة ديت كان فيها كائن. الكائن دوت هو شكله شكل إنسان لكن هو مش إنسان. عمره عبارة عن 12 ألف سنة وأكتر، وطوله أكتر من 2 متر. التصريحات اللي قالوا ان دول عبارة عن كائن فضائي موجود في قلب المقبرة دي، وان الفضائيين هم اللي علموا القدماء المصريين وهم اللي بنوا لهم الحضارة. طبعا الكلام راح وودى وما عجبش الدكتور زاهي حواس، لحد ما رد عليهم في تصريح رسمي وقال ان الروس بيقولوا اي كلام، وفي بردية موجودة اسمها وادي الجرف. البردية دي بتقول ان القدماء المصريين هم اللي بنوا الاهرامات. وفضلت الخناقة شغالة عن مين بنى الاهرامات، القدماء ولا الفضائيين، القدماء ولا الفضائيين، لحد ما الفيديو اتسرب سنة 1998 واصروا ان هم يبدوا رأيهم العلماء فيه. واول لما اتفرجوا على الفيديو قالوا انه الفيديو ده حقيقي ومش مفبرك، وقالوا ان في رأي ممكن يحصل، يا اما دول اختفوا عن طريق الفضائيين، يا اما دي كانت لعنة الفراعنة. ولكن الرأي اللي عجبني انهم لما قالوا ان اكيد اللي خطفوهم هم المخابرات الروسية، لان كان وقتها الاتحاد السوفيتي ومصر كانوا زي السمن على العسل، وكان لو حصلت مشكلة او تسريب لاخبار بالطريقة دي بين روسيا وبين مصر كانت ممكن العلاقة تبوظ بين البلدين. هي دي قصة ال 12 سايح الروسي اللي دخلوا الأهرامات
واختفوا لحد وقتنا هذا. بس بقول لحضرتك استاذ محمد، هو ده القلم بتاعي اللي في ايدك؟